يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليكم يا حبايبي. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نصلي على النبي ونصلي على الحبيب. قلبنا يطيب. واللي اول مره يشوف قناه يوميات ام حنين ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكل جديد من يوميات ام حنين يا حبايبي. يلا بقى نخش على الطبق بتاعنا النهارده. الوصفه بتاعتنا النهارده سبانخ يا حبايبي بالرز. وجبة طبق كامل متكامل من كله. السبانخ باللحمة بالرز، طبق كامل يا جماعة. انتوا عارفين السبانخ ديت الأيام بتاعتها وحلوة جدا في السوق. الوصفة جميلة وهتعجبكم. معلش بقى مش عارفة الفيديو عامل لي كده. تعالوا بقى نخش على الفيديو وعلى الوصفة بتاعتنا. يلا نصلي على النبي. واحنا كده بنجيبوا بصلاية يا حبايبي وقشرناها زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط عليها حتة سمنة. وخرطنا البصل وهنحط عليه حتة سمنة وحطيناه على النار. تمام. وبعد كده يا حبايبي بقى هنشوحه تشويحة خفيفة كده. هنشوحه البصل كده تشويحة خفيفة زي ما انتوا شايفين. يلا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يدوب بس ايه البصلاية تبقى معايا صفرة كده، يعني لا عايزاها لا حمرا ولا ان هي تبقى بيضة. تصفر كده معايا يا حبايبي. الطبق ده سهل جدا وخفيف وغني بفيتامينات كتير. البصلاية كده احمرت اهيت بقت حلوة معايا. خدت اللحمة ونزلت بيها على البصل زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وهندوله تشويحة كده بالبصل برضو. يا دوب بس اللحمة تغير لون وتنزل ميتها يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبوها لحد ما الاقي المية الاقي اللون بتاعها اتغير خالص وبدأت تنزل مية. هنزل بقى ايه بالتوابل بتاعتي. يلا نصلي على الحبيب. قلبنا يطيب يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين بعم سعيد علينا وعليكم يا رب. ويجعلها ان شاء الله ان شاء الله سنة سعيدة يا رب. وربنا كده يحفظنا جميعا امين يا رب العالمين. يجعلها سنة 2024 سنة سعيدة علينا. وهنا يا حبايبي بقى نزلت بشوية فلفل اسود وشوية بهارات لحمة. الطبق ده يا جماعة تحفة. غني غني بفيتامينات حلوة جدا. انتوا عارفين السبانخ كلها حديد يا حبايبي، وهي اليومين دولت ايام السبانخ اصلا. فاللي عايز يخزن يخزن اليومين دولت. وان شاء الله برضو في فيديو يومين اتنين هينزل لكم طريقة تخزين السبانخ. هنا هنجيبه بقى ايه، هنجيبه معلقة توم وهنحطها كده على التشويحة بتاعتنا برضو مع اللحمة كده عشان تدي طعم للحمة كده وريحتها بتبقى طالعة حلوة. هننزله بيها كده، هننزله بالمعلقة بتاعت التوم وهندوها تشويحة وهنقلبها على بعضها. ونجيبوا قرنين شطة زي ما انتوا شايفينهم كده يا حبايبي بحالهم وهنحطهم برضو على اللحمة بتاعتنا. الشطة والثوم يا جماعة بيدوا نكهة جميلة للسبانخ وبيخلوا طعمها حلو قوي. الطبق ده يا جماعة يعتبر هو أكلة وجبة في طبق واحد. السبانخ مع اللحمة مع الرز تحفة يعني. اللحمة بتاعتنا اتشوحت ونزلت ميتها خلاص يا حبايبي. نزلنا بقى بعصير الطماطم بتاعنا احنا كده حاطين التوابل بتاعتنا. هنسيبوها تتسبك معانا ونسيب اللحمة تطيب شوية على النار. وبعد كده بقى نكمل الوصفة بتاعتنا يا حبايبي. الطماطم دي برضه انا كنت جايباها ومعصجاها عندي كده يا حبايبي. هي اتسبكت ايه، الطماطم اتسبكت معانا. حطيت لها المية بتاعتها بقى وهسيبها لحد ما ايه اللحمة تستوي معانا نص سوا كده. يلا يا حبيبتي لو كنت وصلت معايا لحد كده قولي لي انت بتتابعني منين وصلي على النبي. ولايك جميل كده يا حبيبتي. لو ما كنتش اشتركت اشتركي عندي في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبكده يا حبايبي بقى اللحمة خلاص استوت نص سوا زي ما قلت لكم او 3/4 سوا. السبانخ بتاعتنا هي جايبينها وغسلينها
ومخرطينها وحطينا عليها الخضرة بتاعتها، ونزلنا عليها بالكمية اللي انتي عايزاها او الكمية اللي تكفي بيتك يعني. دولت كانوا حوالي ربطتين من السبانخ يا حبايبي، وحطينا عليها ربطة خضرة، ربطتين سبانخ وعليها ربطة خضرة. السبانخ خضرة تحفة جميلة، ريحتها طالعة ما شاء الله عليها. جربي الطبق ده، الوصفة سهلة جدا ووجبة أساسية في طبق واحد وغنية بالفيتامينات يا جماعة. هننزلوا بقى ايه بالبامية بتاعتنا كده، هنقلبوها. هي البامية ساعة ما بتشم النار بتخس اصلا، بتنزل ميتها بتخس، فانت ما تكتريش المية في التسبيك عشان هي كده كده بتنزل مية يا حبايبي. وما تزوديش ملحها لان هي بتبقى فيها سن ذرة من الملح، فما تزوديش ملحها علشان خاطر ما تبقاش حادقة معاكي. ادي قدامكم اهوت السبانخ خست خالص زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. نزلت مية هي وخست خالص معايا في الحلة. هغطيها بقى واسيبها كده مع نفسها شوية لحد ما تطيب، هي ما بتاخدش سوا كتير. الوصفة دي وصفة اساسية، وجبة اساسية حلوة اوي، جربوها. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وكده يا حبايبي بقى شوفوا نزلت ميتها خالص ازاي. هنجيبه بقى حوالي كوباية من الرز، وهنغسلوها وننقعها شوية في المية، وهننزلوا بقى ايه على السبانخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم ده طبق وجبة اساسي، الطبق متكامل من كله. ممكن تاكليه بعيش، ممكن تاكليه كده بالمعلقة، يعني ده غنيك عن الرز وغنيك عن يعني كله مع بعض. وطعمه تحفة وريحته ما شاء الله عليها، وفيتامين جامد يعني. وهنسيبه بقى الايه السبانخ بالرز بتاعتنا تستوي كده كده، اللحمة استوت معانا خلاص. هنسيبوها بقى تطيب معانا وتاخد ايه سواها يا حبايبي. شوفوا يا حبايبي زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله عليها. الرز واخد طعم اللحمة واخد طعم السبانخ، وده الطبق بتاعنا اهو يا حبايبي بالشكل ده كده ما شاء الله عليه. تحفة والله العظيم تحفة، ينفع لأولادكم، ينفع غدا، ينفع عشاء بالليل. دي وجبة يا جماعة أساسية في طبق واحد زي ما انتوا شايفين كده. الرز اهوت يا حبايبي بالسبانخ باللحمة ما شاء الله عليه، تحفة. جربيها، الطبق ده غني، لو عملتيه هتبصي هتعتمد الطريقة دي على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.